انا يعني مفيش عين بس في عقل شغال. احنا عادي، يعني احنا جايين نكمل بعض. انا كفيف بني ادم عادي خالص طبيعي جدا. انا فكرة صناعة المحتوى التوعوي عن المكفوفين جات لي من كذا سنة، بس انا يعني فعليا طبقتها من سنة ونص بالظبط، والحمد لله لقيت نتائج كويسة جدا. يعني اللي شجعني ان انا افتح الموضوع ده مع الناس نفسهم، يعني طريقة تعاملهم مع المكفوفين هي اللي شجعتني ان انا ابدأ اوعي الناس. انا عملت اصلا سلسلة اسمها اتيكيت التعامل مع المكفوفين، حوالي 10 فيديوهات، كل فيديو فيه 3-4 حاجات الناس اللي بتشوف بتعملها مع المكفوفين طبعا من غير قصد، ممكن تضايق الشخص اللي قدامه. ممكن اكون ماشي في الشارع معايا عصايتي وماشي في حالي وعارف طريقي والدنيا تمام، والاقي الشخص جاي كده من بعيد قوي بيجري عليا، ايه ده؟ انت ازاي اهلك سايبينك ماشي لوحدك كده في الشارع؟ هو ما عندهمش قلب؟ انا يعني مفيش عين بس في عقل شغال. والاسئله الوجوديه بقى اللي هو انت ماشي لوحدك كده ازاي؟ ساعتها المساعده بتتحول لعبء. تلغي استقلاليتي وشخصيتي، يبقى ساعتها المساعده بتتحول لعبء. لما اكون ماشي مع حد وحد مثلا جاي قابلنا في الشارع عايز يسالني انا على حاجه، فيسال الشخص اللي جنبي، طب ما انا قدامك هو عندي لسان يعني وبتكلم عادي جدا. كنت بكشف عند دكتور ومعايا واحد زميلي، الدكتور بيقول لي صاحبي هو عنده ايه؟ هو حاسس بايه؟ ده بجد؟ هتسالني انا؟ انا دايما بحس ان الاعلام والمسلسلات والافلام بيظهروا الكفيف بصورتين عكس بعض، والصورتين اصلا مؤذيين بشكل مش طبيعي. يعني هو يا اما بيظهر لك الكفيف ده شخص لا حول له ولا قوه، ما بيقدرش يعمل اي حاجه لوحده، يا اما شخص سوبر هيرو وخارق وبيعمل اي حاجه. انا ككفيف لو في ايدي اغير 3 حاجات هتخلي الحياه اسهل بكتير بالنسبه لنا في مصر او في اي دوله عامه. اول حاجه هغيرها الوعي، يعني هشكل وعي جديد للناس، وده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي. طبعا تاني حاجه هغيرها البيئه المحيطه لينا، الطرق، الخدمات العامه، المواصلات. هخلي الحاجات دي تبقى مؤهله بشكل كبير للمكفوفين. انا عايز اوصل بالمحتوى بتاعي لان انا اغير تفكير الناس لشكل احسن بكتير. عايز اخد السلبيه لايجابيه. حابب برضه ان انا اوصل رساله للاهالي او اولياء الامور اللي عندهم اطفال مكفوفين. طبعا بيكونوا مخضوضين جدا ومش عارفين يعملوا ايه، فبيكونوا ضاغطين على اولادهم او كابتنهم، انت هتقعد مش هتعمل حاجه، احنا اللي هنعمل لك كل حاجه. فدي حاجه سلبيه جدا، انت بتطلع ابنك ما بيعرفش يعمل اي حاجه لنفسه. وطبعا انا اسف في اللي هقوله، بس طبعا اي ولي امر هو مش عايش لابنه العمر كله، فانت لازم تأهل ابنك ان هو لما يكبر يعتمد على نفسه بشكل تلقائي. عايز اسيب اثر حلو. انا لما اغير الفكرة دي ككفيف، المكفوفين التانيين حياتهم هتتحسن من خلال اللي انا بعمله، فده اثر كويس جدا.